سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. نتمنى تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في لاشين تاعي. اللي دخلوا جدد مرحبا بكم. ما تنساوش تخليو لي ابوني وجام وتفعلوا الجرس هذاك باش يوصلكم لي فيديو اللي نحطهم جدد. ومرحبا بكم عندي اليوم وصفه بزاف بنينه، تجي هايله في البنه وتحضروها ليه هو غراطان ساهل مهل، ما فيه حتى حاجه. فيه بطاطا ودجاج وصوص بيشاميل. اول حاجه حنبدا نحضرها. في مقله كيما شفتوا حطيت شويه تاع السمن يعطينا البنه هذيك. الله الله، تحبوا ديروا شويه زبده كيما حبيتوا. وحطيت شويه تاع بصله، كنت قصيتها بالموس برك رقيقه، وتقدروا ترحيوها ثاني. وحطيتها تقلى في داك السمن على نار متوسطه، خليوها تقلى في غرضها باه تعطينا هذيك البنه تاع هذيك البصله تكون مقليه، تجي بزاف بنينه حتى ريحتها راهي طالعه بنينه. وانا استعملت هذيك البصله اللي تجي طويله، على بالكم بلي ديك البصله تجي طويله تجي هي وحدها تجي بنينه. مع تقليوها مع السمن هذاك وتطلع يعني الريحه تاع هذيك. الله الله، نتوما صايمين تشهي. وهنا درت نص صدر تاع دجاج، كنت رحيته في لاشوا، رحيته مليح حتى عشيته بيان، وحطيته على هذيك البصله. وحاولوا هكا ديروه دقدقوه بالمغرف باش ما يطيب لكمش هو لاصق في بعضه، باش يدقدق لكم ويكون مدقدق على بعضه. هذه هي. بالنسبه للتوابل انا واش راح نستعمل. انا استعملت زنجبيل انه الدجاج يحب بزاف الزنجبيل، واستعملت شويه فلفل كحل، حطيت ثاني بودر تاع الثوم. كما تقدروا تستعملوا سنه تاع ثوم ترابيوها عليه مليحه تعطي بنه هايله. وحطيت شويه تاع فلفل احمر حار على جال النسمه، وحطيت بابريكا فلفل احمر حلو، وبيان سيغ ملحته وحركت مليح. دخلت هذوك التوابل كامل في الدجاج، وبيان سور نقعدوا ندقدقوا فيه باش ما يطيبلناش لاصق في بعضه، باش من بعد كي نوزعوه في الكراطان يتوزع لنا على كامل الجوايه تاع المول. هنا الدجاج نطيبوه مليح، يعني لي كراطانكم على بالكم نطيبوا كل حاجه وندخلوها غير تقراطينا في الفوق. هذا ما كان مش راح تدينا وقت في الفور، باسكو لي زانغريديون كامل نطيبوهم مقبل. كيما راكم تشوفوا هنا خليت الدجاج تاعي يطيب مليح، وراني ندقدق فيه باش ما يكونش لاصق في بعضه. والنار درتها متوسطه باش يطيب لي في راحته، بلا ما يحمر لي بلا ما يتحرق لي ما والو. وهنا كنت حطيت حوالي مغرف صغيره تاع طوماط كونسونطري، وخليتها تتقلى مليح. كي تحطوا طماطم كونسونطري ديما خليوها تتقلى مليح، علاه باش ما تجيكمش الحموضيه تاع هذيك، ولا ما تجيكمش الدجاج تاعكم يجيكم حامض. خليوها تتقلى مليح 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 فيه هكا باه طيب لكم. وخليت الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا يطيب. من بعد حطيت شويه تاع ماء، يعني حوالي نص كاس ماء هكاك، وخليت الدجاج تاعي كمل طيابو في هذاك الماء. قبل ما ينشف لي خلاص نخلي فيه شويه هكا صوص ونطفي عليه. حطيته بجهه، ودركا راح نوجدوا بيشاميل. في طاوه حطيت 2 مغارف تاع زبده ولا مارغرين، خليتها دابس مليح. حطيت 2 مغارف تاع فرينه، خلطتهم مليح. وهنا نخلي على نار متوسطه، نخلي هذيك الفرينه تتحمص لي باش البيشاميل تاعنا ما يجيش فيه جو تاع الفرينه ويجي بنين. كي تخليو الفرينه تتحمص لكم مع هذيك الزبده واحد 5 دقائق هكا على نار دليله، راح يجيكم البيشاميل تاعكم بنين.
وهنايا زدت الحليب، زدتو على دفعه الاولى، حطيت شويه وخلطت مليح باش ما يديروليش هذوك التكتلات. ومن بعد كملت الكميه تاع الحليب. الكميه اللي درت انا هي حوالي نصف لتر تاع حليب. من بعد حطيت له شويه ملح وحطيت له شويه فلفل كحل، وراح نزيد نحط له كميه تاع جبن طري. حطوا الجبن اللي حبيتو. وملاحظه كل ما يعود الجبن دو كاليتي كل ما يجيكم بيشاميل تاعكم بنين، يعني هذه باينه. انا حطيت جبن طري برك. تقدروا تستعملوا اي نوع تاع فرماج، تقدروا تزيدوه البيشاميل تاعكم، راح يعطيكم بنه. وثاني كي يعود الفرماج تاعكم دو كاليتي ما يجيكمش فيه هذوك التكتلات، باسكو راح يذوب لكم كامل وتجيكم هذيك البيشاميل تاعكم تجيكم ليس. هذه هي. هنا في مول اللي راح يدخل للفرن. اول حاجه حطيت شويه في لو فون تاع البيشاميل. ومن بعد نجيب بطاطا. هنا قليت بطاطا دوائر. وحاولوا البطاطا تاعكم تقصوها رقيقه، قصوا البطاطا تاعكم رقيقه باه من بعد الكغطان تاعكم يجيكم يقعد يجيكم كيفاش نقولوا ما يجيكمش ناشف. هذه هي. بعد ما درت طبقه من البطاطا حطيت هذيك سكالوب اللي كنت طيبته معاكم، درته هو في النص. وزدت حطيت شويه فرماج. ديروا اي نوع تاع جبن حبيتو. انا درت تاع شيدار، نتوما ديروا اي نوع حبيتو تاع فرماج كما تقدروا تستغناو عليه. وزدت كميه من البيشاميل. ونزيد كطبقه اخيره كميه من البطاطا، نوزعها على كامل المول، على كامل فوق هذيك كامل لافارس. البنات اللي دخلوا جدد نقول لكم مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تستفادوا وان شاء الله تعجبكم القناه، وان شاء الله نزيد نطور فيها اكثر واكثر. ما تنساوش تزوروا صفحتي على الانستغرام وجروب تاع فيسبوك، تلقاو الروابط تاعهم في صندوق الوصف. تكاو على بليس تخرج لكم، وابونيو القناه، خليو لي جيم وتعليق. مرحبا بكم كامل. بعد ما كملت درت هذيك البطاطا، دوك نحط من فوق البيشاميل اللي بقى لي كامل على الوجه باه يتحمر لي. الله الله يجي واحد الكغاطان بزاف بنين. راهو سامبل ما فيه والو، بصح ديروه بالطريقه هذه يجي بنين بنه وحدها. مرفا ندير لي كغاطا تاع دجاج وبطاطا ايتو، بصح بالطريقه هذه جا بنته مختلفه خلاص، مالغري بريسك نفس المكونات، بصح هذا دي زاسيس صغار يغيروا لك خلاص البنه والشكل يجي بزاف هايل. بالنسبه للطياب انا كنت شعلت الفور، درته على 180 درجه. شعلت الفونتيلاتور. لما عندكمش فور فونتيلي شعلوه من تحت نورمال. حطوا الكراتان تاعكم يتحمر لكم شويه من تحت، طفيو وشعلوا من فوق، خليوه يتحمر من فوق، تحمر لكم هذيك لاكوش تاع البيشاميل وخرجوه. وشوا طيبوه شويه بكري باش كما نقولوا حنا كتخرجوه من الفور خليوه حتى يدفى خلاص باه تقسموه باه يجيكم القطع تاعكم حاكمين رواحهم. هذه هي. انا كنت ربيت له شويه فرماج، الفرماج اللي استعملته اصلا ما يذوبش، حطيته طيبته كما قلت لكم، وهذه هي النتيجه. ان شاء الله تجربوه يجي بزاف بنين. انا البنه نضمنها لكم، جربوه ورجعوا لي بالخبر. ما تنساوش تابونيو، تخليو لي جيم. مرحبا بكم كامل، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.